يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يلا بينا هنبتدي الفيديو بتاعنا، بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا مننساش نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. طبعا احنا هنا معايا منبار. المنبار ده انا كنت ما كنتش بصور، كنت ببتدي انضف فيه. فبعد ما ابتديت كده في اول مرة ضربت فيها في الكبة المنبار ان انا ابتدي انضفه، وبعدين ما كنتش بصور، فقلت ايه، لا هصور معاكم تنظيف المنبار. انا بعمله بالطريقة دي من اكتر من سنة وانا بنضفه كده في الكبة، بس قلت النهاردة ان انا هصور معاكم بعد ما خلاص كنت ببتدي ان انا انضفه واعمله. فقلت ايه، افتح الكاميرا واصور معاكم طريقة تنظيف المنبار، لان في ناس كتيرة ما تعرفش الطريقة دي. طبعا انا من سنة بنضفه بالطريقة دي، بس اكيد في ناس كتيرة ما تعرفش الطريقة دي. طبعا قلت اجرب في مرة ان انا اجرب انضف المنبار فيها. عجبني جدا جدا جدا، لان الطريقة دي احسن بكتير جدا جدا من تنظيف ان احنا ننضف بالسكينة او اي يعني انا بشوف طريقات كتيرة جدا، في ناس بتنضف بطريقات كتيرة جدا جدا جدا، بس اقسم بالله الطريقة دي تحفة 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 تحفة. وكمان بتخلي المنبار معانا ملوش ريحة خالص خالص. اقسم بالله انا ما كنتش بحب اجيب المنبار بسبب تنظيفه. وكمان مهما نضفه كان لازم فيه ريحة مهما كان بتطلع وقت ما يكون بسويه، يعني حتى لو ريحة خفيفة جدا، بس كنتش بحب اعمله بسبب كده. بس اقسم بالله العلي العظيم ان انا بعمل الطريقة دي رهيبة جدا جدا، وكل اللي هيجربها هيشكرنا عليها في التعليقات، لان الطريقة تحفة تحفة تحفة. طريقة التنظيف سهلة جدا ومش صعبة، ما بتاخدش وقت خالص خالص، اقسم بالله، وبينضف جدا 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 عن اي طريقة حد جربها. طبعا الطريقة بتاعتنا زي ما انتم شايفين سهلة. ابتديت ان انا انضفه في الكبة زي ما انتم شايفين كده. طبعا الكبة دي بيجي معاها قطعة بتاعت تقشير الثوم. القطعة دي بس استخدمتها في تنظيف المنبار، طلعت رهيبة جدا 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 جدا. يعني انا دي سنة معتمدة الطريقة دي، والله والله، واسهل طريقة وانضف طريقة، واقسم بالله بتخلي ريحة المنبار. طبعا انا بنضفه بليمون زي ما انتم شايفين كده، بيبقى ريحة المنبار معايا ريحة الليمون فيه، لان الطريقة دي بضربها بالليمون في الكبة، فبيطلع كل حاجة مش كويسة في المنبار، فبيديك نتيجة هايلة جدا. وهتجربوا وهتشوفوا الطريقة دي انضف طريقة واسهل طريقة واحسن طريقة للمنبار في تنظيف المنبار. كمان انا جربت طرق كتيرة جدا جدا، والله والله الطريقة دي جميلة جدا ومجربة اكتر من يعني عشرات المرات، لان انا مجرباها كذا مرة. يلا بينا نبتدي الطريقة بتاعتنا واقول لكم انا عملت ايه. طبعا انا جبت المنبار بتاعي زي ما هو كده قبل ما اقلبه، ابتديت بس اشطفه تحت المية، بس ان انا اشطفه بس، وابتدي اقطعه. شطفته وقطعته، ما قلبتهوش. ابتديت ان انا عصرت عليه ليمونة، وحطيت عليه شوية ملح وشوية خل، وحطيت القطعة بتاعة تقشير الثوم دي، حطيتها في الكبة، وابتديت ان انا اضربه لمدة حوالي يعني من دقيقتين لدقيقتين ونص. ضربته، طلع كل الدهون اللي انا مش حباها، طلع الدهون اللي انا مش عايزاها. وابتديت بعد كده، بعد ما ضربته على اول جزء زي ما قلت لكم كده، اخدته تحت المية شطفته،
عايزين برضو تاخدوه تاني ضربة تاني تأكيد تنظيف قبل ما تقلبوه ممكن يكون احسن. اخدته شطفته وصفيته في المصفى ورجعت تاني في الكبة ورجعت اعطيته ضربة تاني قبل ما اقلبه. كل ده قبل ما اقلبه برضو عصرت عليه ليمونتين كبار، شوية خل، شوية ملح، وابتديت زي ما انتم شايفين بقطع الليمون قطع صغيرة. بعد ما بحصره بقطعه قطع صغيرة عشان يخلي ريحته اقوى وينضف معايا الممبار احسن واحسن. ابتديت كده ضربته مرتين قبل ما اقلبه. طلع كل الدهون اللي انا مش عايزاها او مش حباها في الممبار، طلع كل كمية الدهون ونضفه جدا جدا. وابتديت بعد ما ضربته كده مرتين ابتديت خدته تاني شطفته وابتديت ان انا اقلبه. شطفته وعصرت ليمونه، بعد ما شطفته عصرت ليمونه لثالث مره، عصرت ليمونه تاني وابتديت اقلبه. بعد ما عصرت الليمونه ابتديت اقلبه، قلبته ورجعت تاني نفس الكلام، حطيته في البوله معايا وابتديت عصرت عليه حوالي 3 ليمونات او ليمونتين كبار. بس الليمون اللي معايا ده كبير جدا مليان ميه، فعشان كده يعني حلو جدا، ما بحتاجش الا ليمونتين او 3 بالكتير. اللي معايا دول 2 كيلو ممبار. ابتديت عصرت عليهم الليمون بعد ما قلبته، وابتديت حطيت عليه شوية ملح. قطعت طبعا الليمون بعد ما عصرته قطعته قطع صغيرة بالسكينة برضو عشان اضربه بالليمون. انا بضربه في الكبة بالليمون نفسه، بقشر الليمون، بقشر الليمون، لان كل ده يعني بيخلي ريحته جميلة وبيدي نظافة اكتر. حطيت الليمونتين او ال3 الكبار وابتديت نزلت بشوية ملح وشوية خل، اقل من ربع كوباية خل، يعني شوية صغيرين خل. وابتديت ضربته على الجهة التانية ضربة، ورجعت شطفته تاني ورجعت ضربته لتاني مرة نفس الكلام. عصرت ليمونة ورجعت ضربته او ليمونتين ورجعت ضربته لتاني مرة. يعني اول جهة اتضرب مرتين وتاني جهة مرتين، تضربوه مرتين. خلاص كده خلاص كده. ابتديت ان انا 3 مرة دي ممكن انتوا تضربوه 3 مرة، ده يعني هو خلاص نضف من تاني. يعني ضربته ضربتين من اول جهة وقلبته، وضربته ضربتين من تاني جهة بخل وملح وليمون. الضربتين بيكونوا فيهم خل وملح وليمون. طبعا جيت بعد كده خلاص حب التأكيد، هو خلاص كده نضف معايا جدا جدا، بس انا حب التأكيد شطفته تحت المية وحطيته في مصفى صفى المية اللي فيه، وابتديت تاني حطيته في الكب وحطيت عليه نفس الكلام. عصرت ليمونتين وخلاص ما حطيتش ملح وخل تاني في 5 مرة. عصرت يدوب ليمونتين وابتديت ان انا احط شوية مية حوالي ربع كوب من المية، وابتديت اضربهم بالليمونتين. بس دي حبة تأكيد نظافة 5 مرة بس، حبة تأكيد. لكن هو في المرتين هو من اول مرة بينضف، تاني مرة دي خلاص بيطلع الروائح اللي فيه كلها وخلاص. هو كده تاني مرة مش محتاج. ده اول جهة، تاني جهة نفس الكلام، من اول مرة وتاني مرة مش محتاج يتضرب تاني. بس انا ضربته 5 مرات لي، ال5 دي ان انا خلاص حبة تأكيد للنظافة. جيت في 5 مرة ده ضربته زي ما قلت لكم بليمون بس، ما حطيتش ملح. 5 مرة دي ما بحطش ملح وخل، هي اول مرة وتاني مرة ملح وخل. الجهة التانية برضو اول مرة وتاني مرة ملح وخل وليمون. الليمون ده في كل مرة لازم نستخدمه في كل مرة. خلاص كده. جيت 5 مرة حطيت ليمون بس دي حبة تأكيد وشوية مية، ربع كوب مية. بعد ما بحصر الليمون برجع احطه في الكبة الممبار وارجع اضيف له ربع كوب من المية، اضربه بربع كوب المية ده وخلاص خلص معايا. اشطفه كويس جدا في مصفى، اعصر عليه ليمونة او نص ليمونة تاني، اسيبه بيها مفيش دقيقتين وارجع اشطفه تاني وخلاص. اعبيه في الاكياس بتاعتي، احطه في التلاجة. هبتدي ان انا اعمله ان انا هتسووه او تحشوه يعني من التسوية. ابتدوا اشتغلوا بيه. صراحة اقسم بالله هتلاقوا الممبار معاكم ريحته ليمون، اقسم بالله ما فيه اي روايح خالص خالص، ولا تشموا اي روايح فيه. لكن الطرق التانية انا جربتها مهما تنضفوا فيه. طب والله انا كنت بنضفه يعني بطريقة لدرجة ان انا كنت بخليه بالسكينة رقيق جدا، ولدرجة بيتقطع مني وانا بحشيه من كتر ما انا بقعد احك بالسكينة فيه كتير جدا جدا، وبشم برضو فيه ريحة. بس الطريقة دي لا بيبوظ مني ولا بيرق مني، وفي نفس الوقت نظافة قوية جدا 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 جدا. وهتشوفوا معايا كل مرحلة بضرب بيها، صورت معاكم كل مرحلة ما فصلتش الكاميرا معاكم بكل مرحلة ضربت بيها. احط شوية مية، عصرت ليمونتين
ورجعت حطيتهم في الكبة وضفت ربع كوب مية وابتديت اضربهم كده. دي كانت اخر مرحلة اوريدي. طبعا خلاص بصفيه زي ما قلت لكم، وارجع اشطفه وارجع احطه في مصفى واعصر نص ليمونه او ليمونه وابتدي بقى اشتغل بيه. اقسم بالله الطريقه دي رهيبه جدا جدا. طبعا انا بعد ما بصفيه وخلاص بشطفه كويس جدا هوريكم ازاي انا بعمل بالسكينه. بحكه بالسكينه ما بيطلع معايا حاجه خالص خالص زي ما انتم شايفين اهو، نضيف جدا. دي كانت اخر مرحله. بس انا جيت عصرت عليه ليمونه وبعدين رحت شطفته تحت الميه زي ما قلت لكم. سبته بالليمونه دي من دقيقه لدقيقتين بالليمونه شويه كده، ورجعت رحت شطفته وصفيته في المصفى. هوريكم بعد ما صفيته بالمصفى الميه اللي نازله تحت المصفى في الأروانة اللي صفيتهم فيها، هتشوفوا ازاي ان مش مطلع معايا اي حاجه والميه معايا بيضه جدا جدا. اوريدي ان كان لسه دي المرحله. انا كنت عامله ان اوريدي انا مش واخده بالي من المونتاج ان ده المرحله تقريبا لسه الرابعه دي تقريبا اللي انا بغسله بيها. دي الرابع مره. فتقريبا في لسه مره تانية اللي هي بحصر فيها الليمون. دي كانت خل وملح وليمون. طبعا خلاص بضربه لرابع مره تقريبا. دي رابع مره. هضربه 5 مرات زي ما قلت لكم. بعصر نص ليمونه او ليمونه سليمه كبيره، اهم حاجه تكون ليمون كبير. وابتدي ان انا عشان بس يكون فيه ميه كتيره تنضف معايا، هبتدي ان انا احطه في الكبه بتاع اخر مره دي بليمون وميه زي ما قلت لكم ربع كوب ميه بس. دي اخر 5 مرحله واخر مرحله ان هي حبه تاكيد النظافه يعني. وخلاص معايا بيكون تحفه وهتشوفوه معايا في اخر الفيديو ان انا بجرب معاكم بالسكينه ان هو ما خرجش معايا بعد ما نضفته في الكبه كده، ما خرجش معايا اي حاجه في السكينه. معنى كده ان نضيف جدا 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 في الكبه بتاعتي. الكبه دي طبعا كله عارفها، اللي هي الكبه دي انا جايباها من حوالي 2 او اكتر. بقى حلوه جدا في تقشير الثوم، حلوه جدا في فرم اللحمه والفراخ، حلوة جدا في تنظيف الممبار، في الكريم شانتيه. بتعمل حاجات كتيرة جدا جدا جدا. فرم البصل، فرم اي حاجة فيها حلوة قوي قوي قوي. هنا خلاص بوريكم الممبار بعد ما خلص معايا. هنا عصرت نص الليمونة بتاعتي او الليمونة كاملة، ليمونة كبيرة. وابتدي ان انا اسيبه زي ما قلت لكم. هسيبه لمدة من دقيقة لدقيقتين او من دقيقة ونص لدقيقتين، واسيبه شوية كده. وبعدين هبتدي اشطف واوريكم الشكل النهائي. هنا ما ضفتش لا ملح ولا خل في اخر مرحلة اللي هي المرحلة ال5، هي الليمونة بس. هسيبه زي ما قلت لكم كده دقيقة او دقيقة ونص لدقيقتين. شايفين انا بجرب معاكم اهو ان هو مش مطلع معايا اي حاجة في السكينة. معنى كده ان هو نضيف جدا جدا في الكبة بتاعتي، مش محتاج اي حاجة خالص خالص. ما خرجش اي حاجة في السكينة معايا ونضيف جدا جدا. هنا خلاص شطفته وحطيته في المصفى يصفي المية بتاعته. بوريكم هنا المية بتاعته شايفين بيضة ازاي، شفاف ازاي. نضيف معايا جدا 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 في الكبة. لا احتجت احك بسكينة ولا احتجت ان انا اغلب نفسي ولا ان انا ايدي فيه ولا اي حاجة خالص. مفيش اسهل من الطريقة دي. وده كان الفيديو بتاعي. جربوا مش هتندموا. طريقة تحفة وانجح طريقة للممبار، مش هتندموا. وطريقة حلوة قوي قوي اقسم بالله. انا مجرباها من فترة طويلة. وده كان الفيديو بتاعي. يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس والاشتراك في القناة، وكملوا الفيديو الاخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.